صينية السمك بالليمون. طعم ايه وريحة ايه احلى صينية سمك ممكن تعمليها وتحضريها في دقايق. مكوناتها سهلة وبسيطة، وكفاية بقى قلي في السمك، مش كل ما نجيب سمك نروح نقليه. جددي في اكلاتك وما تكسليش، كل اللي هيدوقها هتعجبه جدا. يلا ركزي معايا وشوفي هنعملها مع بعض ازاي. اساسي في الوصفة دي معانا الليمون، مش بس الليمون اللي احنا هنزين بيه السمك، لا، المفروض ان احنا بنحتاج كمية كويسة من عصير الليمون علشان هنعمل بيها السمك. اول حاجة بتجيب الخضار اللي معانا بصل وتوم وجزر وفلفل. اول حاجة هتعمليها هتقطعي الخضار ده قطع صغيرة، تمام. وبعد كده بتجيبي الخلاط وتحطي نص الكمية فيه، يعني نص كمية البصل، نص كمية الجزر، نص كمية الفلفل، نص كمية الثوم، بتحطها كلها مع بعض في الخلاط. وتحطي معاها البهارات بتاعتنا اللي هي بهارات السمك، الفلفل، الملح، الكمون. وتحطي معلقتين خل، وكوباية الليمون اللي قلنا عليها، كوباية عصير الليمون. دي اساس الوصفة معانا يا جماعة. طبعا التوم اللي معانا برضو بتقشري راس توم كبيرة وتحطيها. باقي الخضار بقى بتحطيه في صينية وتركنيه على جنب. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه في السمك بتاعنا. هتجيب السمك ده اسمه سمك ماكريل او سمك روسي زي ما بتسموه بقى عندكم. بتجيبيه تنضفيه كويس وتفتحيه وتنضفيه من جوه حلو، وتبداي تفتحيه من الوش ومن الظهر، تفتحيه شرايح كده. يعني الشرايح بتاعته بميل كده، ما تنزليش لتحت، تمام. تفتحيه شرايح كده، وكله هتعمليه بالطريقة ديت. وتنضفيه برضو من جوه كويس وتفتحيه علشان هنبدأ ان احنا نحشيه بالتوابل بتاعتنا وبالخلطة بتاعتنا. هنبدأ نحشيه من جوه. طبعا الكمية اللي ضربناها في الخلاط هنجيب نصها ونحطها في الصينية على الخضار، ونقطع عليهم قطع طماطم نحطها معاهم. وهنجيب بقى السمك بتاعنا ونبدأ نحشيه واحدة واحدة كده. الفتحات اللي احنا فتحناها بالسكينة ديت هتبدأ تحشيها بالتتبيلة اللي انت عملتيها. طبعا التتبيلة دي كلها يعني انت حاطه لها كوباية عصير ليمون. لا فيه بقى زفارة للسمك ولا فيه اي حاجة، انت بتاكلي سمك مفهوش اي زفارة خالص، وطعمه حكاية. مجرد بس ما تكوني بتقطعي الخضار وبتحطي التوابل، انت هتشم ريحة جنان كده وانت بتعملي الاكل لسه، وانت لسه ما حطيتهاش في الفرن، ريحتها خطيرة، تمام. هتبدأي تحشي بقى التتبيلة ديت في السمك من الوش ومن الظهر، كل الفتحات اللي انت عملتيها في السمكة ديت. وكمان هتحشي السمكة من جوه كويس. وتبداي تعملي كمية السمك اللي معاكي. انا هنا كنت عاملة 3 بس، شوفي انت بقى هتعملي كمية قد ايه، وعلى قد كمية السمك اللي هتعمليها زودي ليمون. انا هنا مثلا على 3 سمكات عملت كوباية عصير ليمون. انت لو هتزودي شوية كتري الليمون شوية. ممكن بقى تحطيها على الفرن على كده على طول. وممكن لو انت عايزة تزينها شوية تبدأي تقطعي شرايح ليمون وتحطيها في الفتحات دي، تمام. هتدي برضو طعم كويس وشكل برضو حلو لصينية السمك. بعد ما تخلصي بقى كمية شرايح الليمون ديت وتحطيها تدخليها الفرن، يكون الفرن مسخناه قبلها. وتبدأي تحطي الصينية. طبعا وهي في الفرن كل الخضار ده هينزل المية بتاعته، ولما المية دي تنشف خلاص السمك هيكون استوى معاكي. ممكن تاخد لها نص ساعة في الفرن. ده كده الصينية بعد ما استوت ما شاء الله كانت ريحتها خطيرة وهي بتتعمل. وطبعا برضو بعد ما خلصت طعمها جنان. جربيها مش هتندمي. جربيها وقولي لي ايه رأيكم. ده بعد ما السمك استوى ما شاء الله عليه، السوا جميل جدا وطلع ابيض من جوه ومستوي جدا ومفيهوش اي حاجة، وطلع طعمه خطير. وطبعا الصوص والبهاريز اللي موجودة في الصينية ديت هتتاكل بقى جنب شوية رز كده وشوية سلطة. حاجة كده خطيرة. جربوها وقولوا لي رأيكم.